هتاخد خطوه التسجيل في الدراسات العليا ديت لازم تدرس اللي انت الخطوه اللي انت هتاخدها كويس. تشوف نفسك انت هتستفاد من الخطوه ديت، مثلا هتعود عليك مثلا بعائد مادي، بمكانه اجتماعيه كويسه، في مثلا شغل كويس، في متطلبات سوق عمل، متطلباته اللي هو مثلا تاخد مثلا ماجستير او تاخد دكتوراه او تاخد مثلا دبلومات او ايا يكون قدامك. لازم تدرس ده كويس، عشان معلش خطوه الدراسات العليا دي يا جماعه بتاخد وقت كتير، بتاخد وقت بجد، يعني عمر بمعنى عمر. ممكن تاخد لك 4 5 سنين في ماجستير، وممكن تاخد لك مثلا دبلومه ممكن تاخد مثلا في سنه. كل الحاجات ديت لازم الخطوه اللي انت تاخدها ديت لازم تاخدها يعني مش اي كلام. لازم تبص قدامك كويس وتشوف نفسك انت هتستفيد، هتبقى عليك بعائد مادي عشان عمرك ما يروحش هدر. دي مشكله في الدراسات العليا بالذات في مصر يعني. والمشكله الاكبر كمان اللي في بعض الكليات او بعض الجامعات لازم بتكون انت متفرغ. انت لو